شاهدنا اللاعب المصري حمزة عبد الكريم موجود مع النادي الاهلي الان، هو في نادي برشلونه وبيلعب وبيحرز في مباراه رائعه. حمزه عبد الكريم اهلا بيك على شاشه اون سبورت. ازيك عامل ايه؟ اهلا بيك. خليني اسالك، يمكن من اللي بتكلم منذ ايام كنت في النادي الاهلي، دلوقتي بتلعب في برشلونه، يا ترى ده كان حلم ولا انت مصدق الحلم ده ولا ايه اللي اتحقق؟ هو اكيد حلم، بس هو اكيد برضه مصدق فيه، يعني الاثنين. طيب حمزه، خليني اسالك عن يمكن هانز فليك، مدرب كبير مديك ثقه كبيره، بيتكلم معاك، مديك وقت في الملعب، شفنا الماتشات الوديه، مديك وقت كتير، بيتكلم معاك وبيقول لك ايه؟ هو بيتكلم معايا كأني لعيب وسط الفرقه، فدي طبعا لوحدها بتحسسك ان انت جوه الفرقه. وهو النادي كله كده، كل اللي بيطلعوا من اللمسيه حتى جمهورك بيحبك يا حمزه وانا بحبهم كمان. فانت بتطلع بتخش الفريق الاول، ما يبقاش فيه تغيير قوي، فمعتمد اذا يبقى في كده مساعده كبيره من لعيبه الفريق الاول معاك. يا ترى مين اكتر لعيبه قريبه منك وبتوجهك؟ لا في كتير يعني اللعيبه كلها بصراحه كويسه معايا، بس خليني اعرف برضو، اكيد في لعيبه قريبه منك اكتر. لا في كلهم كويس. كلهم قريبين. عايز اسام انت. كلهم قريبين. طيب طبعا اجابه دبلوماسيه. طب خليني اسالك، يعني الجماهير المصريه بتعول على حمزه عبد الكريم يبقى اسطوره مصريه جديده شانها شان محمد صلاح، اكيد كنت محمد صلاح في معسكر المنتخب شفناه وهو بيتكلم معاك اوقات في الملعب، لكن ما نعرفش ايه كان بيحصل في الكواليس. يا ترى محمد اتكلم معاك بعد انتقالك الرسميه لبرشلونه؟ هو بيتكلم معايا على طول في المعسكر حتى، وبصراحة كلامه كله معايا كلام يعني لازم أنا استفاد منه، عشان كلنا عارفين إن صلاح يعني وصل للحتة دي مش بالصدفة، يعني تعب، ودي حاجة تتعلم منها. اذا هو يعني نعتبره مثل اعلى لحمزه عبد الكريم لكل مصر، لكل اللعيبه المصريه أكيد. طب ايه الرساله توجهها للجماهير المصريه يا حمزه النهارده وانت بتلعب في واحد من اكبر الانديه الاوروبيه والعالميه؟ معلش قول تاني. الرساله توجهها للجماهير المصريه وانت بتلعب واحد اكبر الانديه المصريه والعالميه؟ بشكر جماهير الاهلي طبعا اللي جت، والجماهير المصريه كلها، يعني انت سامع حتى. ما بقولك انت الجماهير بتحبك وجمهورك كبير. انا بحبهم برضه الحمد لله. طب رساله اخيره بقى للاعيبه الناشئين المصريين، تقول لهم ايه؟ صدق حلمك بس. صدق حلمك. ماشي. شكرا يا حمزه ونورتنا على سبورت. شكرا. شكرا. طبعا كابتن سيف، ده كان لقاءنا مع حمزه عبد الكريم، النجم المصري اللي بيلعب حاليا في نادي برشلونه ابن النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، واحد من الامثله للاعبين الشباب اللي تواجدوا بقوه على الساحه العالميه. طبعا كل التوفيق لحمزه عبد الكريم وكل الناشئين المصريين، لانه نموذج يحتذى به خلال هذه الايام. التجربه قدامنا بالظبط من 6 شهور كان بيلعب في النادي الاهلي، دلوقتي بيلعب في واحد من اكبر الانديه الاوروبيه نادي برشلونه. طبعا كنا معاك كابتن سيف من داخل ملعب الكامب نو، تعود الكلمه اليك سريعا.